السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، يا رب تكونوا في أفضل حال. جايه لكم النهارده بقى بطريقة للبطاطس تجنن، فظيعة وبسيطة جدا، تقدروا تاكلوها في الفطار أو العشاء. والناس اللي عندها القولون وما تحبش البصل والثوم الحاجات دي حلوة أوي ليهم. هنزل في الطاسة بتاعتي بمعلقتين 3 كده من الزيت، ومعايا حبايتين من الفلفل الرومي صغيرين، مقطعاهم قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. ومعايا 2 من البطاطس متوسطين، مقطعاهم مكعبات متوسطة زي ما انتم شايفين كده. هاديهم تشويحة كويسة كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده. طيب بعد ما هاديهم تشويحة هانزل عليهم ب يعني 3/4 كوباية مَيّة كده، حاجة بس كده تستوي على البخار بتاعها، وهاغطيهم لحد ما يستووا. طيب معايا بولة ونزلت فيها ب2 من البيض، تقدري تنزلي بالعدد البيض اللي يناسبِك. وبعد كده بعد ما البطاطس استوت نزلتها على البيض، ونزلت بالملح و زعتر، يبقى ملح وزعتر وبابريكا وفلفل اسود، وبس كده. هي دي البهارات اللي انا استعملتها، واختياري ممكن نحط شوية من الموتزاريلا، هتدينا طعم حلو قوي قوي، ومطة برضو كويسة. وهقلب الكلام ده كله مع بعض، وهنزل بيهم تاني في الطاسة بتاعتي بعد ما احط معلقتين من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهغطي عليها لمدة 2 3 دقايق. وبعد كده هنزل على الوش بموتزاريلا، وده برضو اختياري بيدينا طعم وشكل حلو قوي. بعد كده هنغطي عليها لحد ما تستوي تماما زي ما انتم شايفين الجمال ده، شايفين بتبقبق واستوت تماما ما شاء الله، طلعت بالجمال والجمال والتحفة ده. ممكن تعملوها في صينية وتدخلوها الفرن تاخد وش ولون اللي يناسبكم، بس هي في منتهى الروعة. جربوا الوصفة دي ومتنسوش تقولولي رأيكم، واللايك والشير والاشتراك في القناة. باي.